تناقلت العديد من المواقع منذ ليلة أمس الثلاثاء خبرا غريبا ومثيرا للجدل، والذي يفيد بأن القضاء الفرنسي أنهى فصول قضية سعد المجرد وقضى بسجنه لمدة 10 سنوات. وفي تعليقه على هذا الخبر الغريب، أوضح المصدر القريب من القضية بأن الأمر يبقى مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن صاحب هذا الخبر جاهل بالقوانين الفرنسية وبمسار قضية سعد المجرد. وأضاف المصدر ذاته بأنه من الغباء الإشارة إلى وجود حكم قضائي في قضية سعد المجرد، بالرغم من أن سعد لم يتواجه بعد مع الفتاة الفرنسية لولا بريول، ولم يتم بعد تحديد موعد لأولى الجلسات، موضحا بأن القضية ما تزال في بدايتها ولا يمكن إعلان حكم فيها إلى غاية انتهاء التحقيقات. تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد المجرد ما زال رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن فيلوري بفرنسا منذ أكتوبر المنصرم، عقب اتهام فتاة فرنسية له باغتصابها وتعنيفها جسديا. لكي تتوصل بالجديد لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.